عمرك صحيت في يوم وبصيت للي نايم جنبك وحسيت إنه بقى غريب؟ مش عدوك، مش حد بتكرهه، بس غريب. نفس الملامح، نفس الصوت، بس الإحساس اختفى. راح فين؟ الموضوع ما حصلش فجأة، مفيش خناقة كبيرة قلبت الدنيا ولا خيانة كسرت كل حاجة. اللي حصل أهدى وأخطر. كل يوم جزء صغير بيسكت، كل مرة تقولوا مش وقته ونبقى نتكلم بعدين، كل مرة تمسكوا الموبايل بدل ما تمسكوا إيد بعض، لحد ما بقيتوا تحت سقف واحد بس كل واحد في دنيا لوحده، حتى لو قاعدين جنب بعض. زمان كنتوا بتستنوا بعض عشان تحكوا يومكم، دلوقتي بالعافية بتسألوا الأكل خلص، الفاتورة اتدفعت، الولاد ناموا. العلاقة بقت جدول مهام، شراكة في إدارة بيت، من غير روح. لا في خناقات كبيرة ولا في ضحك كبير، في هدوء بارد كده يخوف. أخطر حاجة مش إنكم بتتخانقوا، أخطر حاجة إنكم بطلتوا تتخانقوا أصلاً، لأن اللي لسه فارق معاه بيتكلم، إنما اللي تعب بيسكت. وكل سكوت بيعمل مسافة، وكل مسافة بتكبر لحد ما تبصوا لبعض فجأة وتكتشفوا إنكم بقيتوا زملاء سكن مش حبايب. والصدمة بقى، العلاقة ما بتموتش مرة واحدة، بتموت بالبطء وانتوا الاتنين شايفينها بتغرق وساكتين. فاسألوا نفسكم قبل ما كل حاجة تنتهي بجد، آخر مرة قربتوا من بعض من قلبكم مش عشان البيت كانت إمتى؟